بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مع المحلل الفني والناقد الرياضي والنجم الكرة الأهلاوية السابق، السيد محمود المختار. نتحدث معه عن مباراة الأهلي والحالة في نهائي كأس الملك. سيد، تقييمك أولا العام إلى هذه المباراة، وشلون راح تتوقع راح يكون من خلال المعطيات اللي شفتها أنت في خلال مباريات الدوري للأهلي وموقعهم الآن في الترتيب، الأهلي والحالة موقعهم في الترتيب اللي قدموه خلال 18 جولة من دوري ناصر بن حمد. شلون تقييمك لهذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية شرف الوصول إلى المباراة النهائية شرف يتمناه كل الأندية ويتمناه كل اللاعبين. فاعتقد وصول أندية عريقة تاريخية مثل نادي الأهلي والنادي الحالة اللي آخر موسم يعني حقق بطولة الكأس من مدة طويلة، أعتقد 1980 42 سنة، والنادي الأهلي أيضا يعني بتاريخه الكبير حوالي 20 سنة، تعتبر مدة جدا طويلة بالنسبة لغياب هاي الفريقين. وصولهم للمباراة النهائية أنا أشوفها طبعا جاء من خلال مباريات دور ربع النهائي والنصف النهائي بركلات الترجيح، لكن بالتأكيد جاء باستحقاق. مطالبين الفريق بتقديم مستوى يليق بهذه المباراة، خصوصا أنها بتتشرف من قبل جلالة الملك المعظم. فأعتقد أن الكفتين متكافئتين، ولو أني أنا أتمنى تكون مباراة للنادي الأهلي بحكم ميولي للنادي الأهلي، وأعتقد الفريقين يمتلكون الإمكانيات اللي تحقق نتيجة إيجابية من خلال ممكن مجريات الشوط الأول. بالنسبة لتوقعاتي أعتقد أن النادي الأهلي بيكون فارض سيطرته بشكل أكبر على المباراة، خصوصا أن نادي الحالة المنظومة الدفاعية اللي بناها الكابتن محمد عبد السميع دائما تبنى على المنظومة الدفاعية. إذا رجعنا للإحصائيات اللي من خلال دوري ناصر بن حمد نشوف القوة الهجومية اللي يتمتع بها النادي الأهلي أفضل من نادي الحالة. في المقابل هناك ضعف في الدفاع في نادي الأهلي، إلا إذا تم الكابتن علي صنقور تم يعني وضع يقول سيناريو المباراة والتشكيلة المناسبة للضغط على نادي الحالة وكسب المباراة. واعتقد المباراة الأخيرة اللي لاقوها قبل جولة 17 مع نادي الحالة يعني اعتقد حسمت للنادي الأهلي، وهذا يعطي انطباع بقوة النادي الأهلي في حسم هذه المباراة. سيد، لك ذكريات في نهائي كأس الملك قبل كأس الأمير، يعني أكثر من نهائي. أي بطولة ما زلت تتذكرها وما زلت عالقة في الذهن، وأمور أخرى لا زلت تتذكرها، سواء كانت يعني من ناحية على ما أقول الطيبة أو من ناحية العكس ذلك؟ طبعا أنا حصل لي شرف لعب مباراتين نهائيتين في موسم 86 87 و 87 88 ضد النجمة بسنتين متتاليتين. طبعا في كأس حصل لنا شرف الفوز بكأس الأمير، والموسم 87 خسرناه وكنا الوصيف. طبعا هذا الشيء اللي احنا عشناه التاريخ دي، خصوصا الفوز بكأس الملك، انا اعتبره يعني اغلى بطولة، يمكن اغلى من بطولة الدوري. شعور لا يوصف يعني بشكل، لانها في خلال مدة بسيطة. يعني في ذيك الايام في ذيك السنوات احنا كنا نلعب الدوري في خلال 4 أو 5 6 أسابيع، فكان في الإثارة، كان في الحماس، كان حضور الجماهير، خصوصا احنا كنا نلعب في دوري غير محترف، يعني المادة غير موجودة، الولاء، حبك للفريق، حب الجماهير تعطيك تحس بنشوة الفوز، وخصوصا لما توصل إلى المباراة وحضن ورفع الكأس أمام جماهيرك، وتاخذ الكاس اصلا بعد من سمو الامير او من سمو الملك. طبعا بيكون شيء لا يوصف. بالنسبه للخساره طبعا بعد لا داعي، انت خسرت امام نفس الفريق اللي انت كسبته، وكانوا يستحقون صراحه نادي النجمه. بالنسبه لي انا يعني تحس البطوله اللي حسيت فيها بشكل عام كان موسم 81 88، كنت في عن الجماهير، كنت ألعب على مستوى الأشبال والناشئين،
بس الفريق اللي غلبناه على رفاع الغربي وسجل حسن حسين الهدف اللي روعة من نص الملعب يعني، وجليل عبد الله بعده بدقيقتين أحرز الهدف الثاني. فكانت يعني أعطتنا شعور بقوة النادي الأهلي في ذاك الزمان. من خلال 4 سنوات دائما أنت تكون في المنصات وتنافس. فأتمنى إن شاء الله الأهلي من خلال وجوده في المنصات في كرة السلة وكرة القدم وكرة اليد ينافس، حتى لو ما خاخ البطولة يكون منافس. نشوف اليوم النادي الأهلي بعد متقدم جاي من الخلف، اليوم يمتلك 27 نقطة ولا زال عنده 4 مباريات، ويمكن هو اللي يحسم مباريات البطل في دوري بن ناصر بن حمد. سيد، تعرف انت من ايام الثمانينات 86 و87 تسمع يعني مناشدات الجمهور، حضور المباراة النهائية، وانت كنت كلاعب. ما قيمة الحضور الجماهيري في للاعبين داخل الملعب، وانت عشت هذا الشعور في نهائيتين مثل ما ذكرت 87 و88؟ الجمهور يعني شهادتنا فيه مجروحة، يعني مهما نقول احنا يمكن بعض يقول لك الجمهور رقم 2، عشان اقول جمهور اللاعب رقم 1، لأن في الأول والأساس أنت تلعب لهذا الجمهور. والجمهور النادي الأهلي عريق، يعني نشوفه حاضر في بطولات الصالات ومعذور إذا ما يحضر في بطولة الجمهور، لأن في الأول والأخير كل الأندية في العالم جمهورها تروح وراء النتائج. فما أنت فريقك يكون في المقدمة أكيد أن النتائج تحققها. طبعا شعور اللاعب بوجود الجمهور يعطيك قوة، يعطيك عطاء، يعطيك تبدأ حتى أنت تحس أن التواصل بينك وبين اللاعبين مع الجمهور. وهذا نشوفه حتى في كرة السلة، نشوف في كرة الطائرة شلون تفاعل وتأثر اللاعبين مع دي. وأنا أعتقد لاعبين كرة القدم يعني قاعدين يبذلون جهدهم ومحتاجين دعمنا. وأعتقد إحنا في المدة الأخيرة خلال الأسابيع الماضية وخلال الأيام القادمة أيضا هناك تجمع للاعبين القدامى لدعم الفريق من خلال الحضور التمارين، وبإذن الله إن شاء الله فالهم الكأس النادي الأهلي، لأنه يستحقون. يعني خصوصا الكابتن علي صنقور خلال ال3 مواسم اللي كان مع قضاها مع الفريق قدم نفسه بشكل جيد، وفي نفس الوقت قاعد يشتغل بجد واجتهاد، وكلهم أولاد النادي اللي موجودين، يعني كابتن علي صنقور، الصادق علي، واللي سبقوه أيضا لا ننسى الكابتن محمد جمعة بشير، لا ننسى كابتن نادر عبد الجليل، محمد عبدو. هاي الجهود اللي التفاف اللاعبين النادي الأهلي ورجوعهم إلى بيتهم، هذا اللي يعطي قوة للنادي الأهلي. احنا أهل الدار أولى بنا واحنا نعرف شنو صاير. فالتفاتنا ان شاء الله مع بعض مع جمهورنا مع ادارتنا ان شاء الله يعني يرجع النادي الاهلي لمنصة التتويج، ولا زال هو يمشي خطوة خطوة، بس يصبرون علينا، لان النادي الاهلي يمتلك 4 لعبات، هو لا فريق قوي ودائما يعني يطمح الى المنافسة. فليش سهل انك تدير 4 لعبات على مستوى الفريق الاول والشباب والناشئين والاكاديميات، فشيء جهد كبير يحسب لإدارة النادي. وبإذن الله إن شاء الله يصبرون شوي الجمهور، وإحنا من خلال دعمهم إن شاء الله بتشوفون النادي الأهلي في السنوات القادمة في منصات التتويج إن شاء الله. بس بشكل سريع كلمة إلى اللاعبين، بما أنك أنت أهلاوي الهوى على ما يقولون، اللاعبين الأهلي قبل مباراة الجمعة. والله نصيحتي يعني بشكل عام من خلال خبرتي، اعتقد ان جمهور النادي خصوصا لاعبين النادي الاهلي انه يركزون على داخل المستطيل الاخضر، ما يتاثرون بالامور الاعلاميه ونثور الجماهير والله يا الحكام. دائما يركزون على الكره وعلى توصيات الجهاز الفني وشنو داخل الملعب. عقب ال90 دقيقه واذا فزت بالمباراه خلاص انتهت، تبارك للفائز سواء كنت فائز او لا، ان شاء الله فايزين. بس ان تركيزنا دائما على الملعب وعلى الكره داخل الملعب، ما نتاثر باي تاثيرات خارجيه، ونبعد نفسنا قد ما نقدر. بعد الفوز او ان شاء الله لا يقول الخساره تنتهي المساء ونبارك للفائز، وان شاء الله احنا فايزين. هاي نصيحتي، التركيز داخل الملعب داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير.